العراقي بستوكهولم. تعالوا وياي. يوم السبت شهدت ستوكهولم وتحديداً مدينة سودرتاليا حفلة مميزة للفنان الكبير حاتم العراقي. اشتعلت القاعة بالتصفيق والترحيب. الحفل نظمته شركة سوداي إيفنت، واللي معروفة بين الجالية العربية بتنظيمها الدائم الأكبر وأهم الحفلات للفنانين العرب. حاتم العراقي صار له فترة كلش طويلة ما جاي للسويد، فإحنا بالعادة نحاول ما نكرر الفنانين اللي نجيبهم حتى الاشتياق الجمهور لهم بالسويد يزيد على طول فترة غيابهم عن البلد. زين، هذا التعب وهذا الجهد اللي دا نشوفه وهذا التنظيم الحلو أكيد يعني وراه ناس تعبت هواية ورا الكواليس، وشنو اللي سويتوه يعني حتى تخلي الحفلة بهذا التميز هذا؟ أنا معروف عني أنا من أسوي حفلات وأخذ الجانب العائلي، هذا هو أعتقد سر النجاح بنسبة 50%. 50% الثانية هي متوزعة على الكادر اللي يوقف وراي اللي هم أصدقائي اللي هم يساعدوني يعني من قلب ورب مثل ما يقولون. الطريقة اللي نتعامل بيها ويا الزبائن، اختيارنا انه بس العائلة، ما ندخل شباب لوحدهم، حفلة بدون مشاكل، سيرفيس حلو، مطربين اسماء معروفة، والحمد لله ماشي الحال. كم ايفنت سويتوا بالسويد؟ 9 مرات سوينا على مطربين مختلفين. عندنا اشياء جديدة ان شاء الله، بس اني مو قلب الحفلات، يعني حفلة او حفلتين بالسنة بس. حاليا التخطيط هو نهاية الشهر التاسع على السنة الجاية حيكون عادل عقلة واسماعيل الفروشي حفلة واحدة. جمهور غفير حضر من كل المحافظات والمدن السويدية حتى يعيشون سهرة عراقية مليانة طرب وإحساس. شنو رأيك بالأجواء مال الحفلة؟ كلش حلوة، تكفي تكون هي أجواء عراقية، لامتنا كنا مين ما تندارين يمنا يسرى الوجوه عراقية حلوة واغلبها بغداديه. طبعا تنظيم كلش حلو، جو عائلي، واحنا هاي مو اول حفله نجي، دائما نجي حفلات سوداي. زين، شنو تحب للحاتم العراقي؟ كل اغاني حلوه حاتم من بدايه الى غايه اللحظه. شنو تذكرك؟ اشوفك واني مسافر. حلوه كلش، كانت حلوه قبل ما نسافر، صارت صعبه ورا ما نسافر. هي الاجواء، التنظيم، المطربين اللي يجيبهم كلش حلو. حاتم العراقي اغاني ما شاء الله عليه، ويرجعنا الزمن الحلو. حاتم العراقي ابدع كعادته وغنى اشهر اغانيه القديمه والجديده. حفله تبقى بالذاكره وتاكد مره ثانيه انه الفن العراقي بعد حاضر وبقوه وبكل مكان.